السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ مش عايزين ننسى اخواتنا يا جماعة من الدعاء، لان احنا ما نملك لهمش الا الدعاء، فدعواتنا ليهم دايما يا رب. اللهم إن لا نملك لإخواننا المستضعفين إلا الدعاء، فاللهم فك كربهم وسدد رميهم، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، وإنهم مظلومين فانصرهم. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، ونجي أهلنا وإخواننا وأطفالنا من هذا البلاء. اللهم أمين يا رب العالمين. ان شاء الله فيديو النهارده هنعمل مع بعض كيكه الزبادي بمكونات سهله وبسيطه، وان شاء الله موجوده في اي بيت. في البدايه كده جبت معايا البوله بتاعه المضرب الكهربائي، ضفت فيها 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وضفت عليهم كوبايه ونص من السكر الحبيبات، ومعلقه كبيره من الفانيليا اللي هي البودر، وبعد كده ضفت عليهم معلقه كبيره من الخل زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا. بعد كده بالمضرب اليدوي بالمضرب الكهرباء عفوا، هبدأ ان انا اخلط كده البيض مع كل المكونات اللي ضفتها عليه مع السكر لغاية لما اللون بتاعه يفتح وتحسي ان هو عمل زي الفوم كده. تمام. ممكن حضرتك في الوقت ده تستخدمي الخلاط لو مش متاح عند حضرتك المضرب الكهربائي، او ممكن الويسك اللي هو المضرب اليدوي، بس هياخد معاكي شوية مجهود. تمام. بعد ما اتضرب معايا البيض كويس جدا بالسكر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لغايه لما السكر ما بيكونش فيه اي حبيبات، بكون مجهزه معايا هنا كوبايه كبيره من الزيت، يعني شوب كده بتاع الميه من الزيت بس ما يكونش ليه طعم ولا ريحه. تمام. بضيفه عليه، وببدا برضو ان انا اضيف معايا هنا 3 كوبايات من الكوبايات الصغيره بتاعه الزبادي، او بما يعادل كوبايه ونص كبيره من الزبادي. تمام. طبعا كل المكونات يا جماعة تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يفضلش ان احنا نطلع حاجة من التلاجة ونستخدمها على طول. تمام. خلطت بقى معايا كل المكونات زي ما حضراتكم شفتوا لغاية لما امتزجت كلها ببعضها زي ما حضراتكم شفتوا معايا. تمام. هسيبها بقى على جنب واروح اجهز بقى معايا المكونات الجافة. في بولة كده ضفت معايا نص كيلو من الدقيق، بما يعادل 4 كوبايات من الكوبايات المعيارية او الكوبايات بتاعة الشاي العادية، وضفت عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر. تمام. وضفت برضو ربع معلقة صغيرة من الملح، يعني ما تكتريش في الملح، او يعني ذرة صغيرة كده او ربع معلقة صغيرة. خلطت بقى كل المكونات الجافة زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا. طبعا الدقيق لازم نكون نخلينه الاول مرة واتنين علشان خاطر ندخله الهواء، علشان خاطر يدي معانا هشاشة في الكيك، ويكون الكيك هش وطري معانا زي ما شفتوه معايا كده في اول الفيديو. تمام. بعد كده ضفت بقى عليه المكونات السايله او الخليط السايل اللي انا كنت عاملاه بالاول بالمضرب وضيفاه يعني وسايباه على جنب. تمام. بعد كده هاخد بقى الويسك كده او المضرب اليدوي. في الوقت ده مش هينفع ان انا استخدم المضرب الكهربائي علشان مش عايزاه يخرج الهواء اللي دخل في الدقيق بعد ما نخلته. تمام. وهبدأ كده بالمضرب اليدوي زي ما حضراتكم شايفين كده، اخلط كده من تحت لفوق، يعني بجيب كده الخليط من تحت لفوق لغاية لما الدقيق يختفي معايا كويس جدا. وزيادة تأكيد برضو علشان خاطر اتأكد ان مفيش اي دقيق خالص في القاع بتاع الطبق اللي انا مستخدماه او البولة اللي انا مستخدماها. ببدأ ان انا اجيب الاسباتيولا كده واخد برضو كده من تحت لفوق، يعني بلف كده نص لفة وارفع كده الاسباتيولا لفوق او المضرب لفوق كده، بحيث ان انا اتاكد ان مفيش اي دقيق خالص تحت في القاع، علشان ما يعملش معايا تكتلات في الكيك ويطلع معايا الكيك مش حلو خالص. تمام. فلازم اتاكد كويس جدا ان مفيش اي دقيق خالص، وان الكيك يعني العجين بتاع الكيك او الخليط بتاع الكيك ما يكونش فيه اي تكتلات من الدقيق خالص. تمام. بعد كده جبت بقى معايا الصواني اللي انا هشتغل فيها. اول حاجه انا جبت معايا القالب بتاع الانجليش كيك دوت، المقاس بتاعه حوالي 23 او 24، عفوا 24. تمام. دهنته كده بمسحه بسيطه من الزيت. تمام. وبعد كده زي ما قلت برضو هاكد تاني، يفضل ان الزيت ما يكونش ليه طعم ولا ريحه علشان ما يغيرش معانا الطعم بتاع الكيك ولا يعمل فيه ريحه مش لطيفه، يعني ما ينفعش زيت تموين. تمام. بعد كده جبت معايا الصينيه اللي هي الكليبس ديت، ممكن حضرتك تستخدمي اي صينيه متاحه عندك. الصينيه ديت مقاس 30، دهنتها كده زي ما حضراتكم شايفين برضو بشويه من الزيت. بعد كده هبدا ان انا اخد معايا الخليط. في الوقت ده بكون مشغله معايا الفرن. تمام. يعني انا نسيت اقول في اول الفيديو ان اول ما ببدا في تجهيز الكيك بشغل معايا الفرن، لان ما ينفعش الكيك يخش على فرن بارد. تمام يا جماعه، نخلي بالنا كويس جدا من المعلومه دي. يعني اول ان شاء الله كده ما تبداي في تجهيز الكيك بامر الله لازم أن تكوني مسخنه الفرن وانت بتجهزي في الكيك. تمام. بعد كده يا جماعه جبت معايا القالب الاولاني دوت زي ما حضراتكم شايفين اللي هو بتاع الانجليش كيك، عملنا فيه كيك مع بعض قبل كده على القناه برضو، اللي هو الكيك بتاع التايجر. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي حابب ان هو يشوف الفيديو.
بعد كده مليت القالب بحوالي تلتين وكده يعني او 3/4 القالب، ما بملهوش للاخر طبعا لان الكيك في الفرن بيتضاعف حجمه لان احنا ضايفين عليه بيكنج باودر، فهيرتفع وهيتضاعف حجمه، فيكون في مساحة فيه ان هو يعني يرتفع براحته. تمام. فما نزودش عن التلتين او ال3/4 بتاع الصينيه او القالب واحنا بنملاه. بعد كده جبت معايا الصينيه اللي هي الكليبس اللي انا مستخدماها التانية دي، ممكن حضرتك تستخدمي اي نوع صينيه، مش شرط الصينيه اللي انا مستخدماها اطلاقا. وممكن برضو حضرتك نسيت اقول انك تستخدمي نص المقادير اللي انا مستخدماها، يعني ممكن تعملي بيها صينيه كيك واحده بس لو حضرتك يعني مستكتره ان انت تعملي 6 بيضات، لان احنا زي ما احنا عارفين البيض يا جماعه سعره غالي، فممكن حضرتك تعملي نص الكميه بس ب3 بيضات. تمام. بعد كده هاخد بقى معايا الصواني واخبطها كده خبطتين على الرخامه زي ما حضراتكم شفتوا، عشان بخرج منها اي هوا بيكون فيها، بحيث ما يعملش فراغات في الكيك من جوه كتير جدا. تمام. بدخل بقى معايا الصواني على الرف الاوسط في الفرن على درجه حراره 200. يعني لو الفرن بتاعك عالي قوي يبقى درجه حراره 200، لو الفرن بتاعك حرارته هاديه يبقى على 220. بتقعد معايا من 40 ل 45 دقيقه، وبتطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ما ينفعش يا جماعه، ملحوظه مهمه نخلي بالنا منها، ما ينفعش ان احنا نفتح الفرن على الكيك قبل ما يعدي عليه نص ساعه، يعني من 30 دقيقه ل 35 دقيقه، بحيث تكون الكيك ما يهبطش معانا اول لما نخرجه من الفرن. تمام. نخلي بالنا كويس جدا ان حتى لو احنا عايزين نفتح على الكيك ونبص عليه، لازم الاول يطلع الريحه بتاعه الكيك وما يكونش عدى عليه اقل من نص ساعه قبل ما نفتح عليه. تمام. يعني بعد مرور 30 دقيقه تقدري تفتحي عليه. بخرج بقى معايا الكيك زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، واخد لون جميل جدا وما شاء الله عليه. مستوي كمان. بختبر طبعا التسوية بتاعته عن طريق العود بتاع الشيش طاووق، بغرزه كده في نص الكيك من النص، يعني ما بخليهوش على الاطراف، بختبر بيه التسوية من النص. اللقطة دي اتحذفت معايا تقريبا في المونتاج، او ممكن ما تكونش كانت معايا الكاميرا صورت في اللقطة دي. تمام. زي ما احنا عارفين ان الاختبار بتاع الكيك بيكون من نص الكيك، ما ينفعش من على الحروف. اول ما بيطلع معانا العود بتاع الشيش طاووق او السكينه اللي احنا بنختبر بيها بتكون نضيفه، يبقى كده الكيك استوى معانا وما شاء الله ان احنا نقدر نطلعه من الفرن في الوقت ده. بس برضو ملحوظه مهمه، ما ينفعش ان احنا نخرج الكيك من الفرن ونعرضه للحراره، نعرضه عفوا لهواء المروحه او هواء التكييف، علشان خاطر الكيك هيهبط معانا، فيتحط على البوتاجاز او على الرخامه بتاعه المطبخ في الوقت دوت، وياخد درجة حرارة المطبخ، يعني هيبرد بدرجة حرارة المطبخ. تمام. ما ينفعش ان احنا نعرضه لتيار هوا عشان ما يهبطش معانا برضو. دي تاني معلومة معانا برضو عشان الكيك ما يهبطش معانا ان شاء الله، ويطلع معانا زي ما حضراتكم شايفين هش كده ومرتفع وما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعه من جوه فاتح جدا، والكيك طالع معانا اسفنجي وقطني وما شاء الله عليه. ان شاء الله كل اللي هيجربه هيدعيلي. الطريقه دي سهله وجميله جدا، وعايزه اقول لكم الكيك دوت جميل جدا. هو ممكن ما يبانش ان هو اقتصادي، بس كله قيم غذائيه يعني مفيده جدا لصحه اولادنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين البيض مع الزبادي، يعني ما شاء الله كلها يعني قيم غذائيه مفيده جدا لصحه اولادنا. ان شاء الله تجربوه هيعجبكم جدا بامر الله. عايزه اقول لكم لما تيجوا تعملوه ان شاء الله وهتبيتوا الكيك لتاني يوم، تحفظوه في علبة يعني محكمة الإغلاق، وممكن تحطوه على الرخامة بتاعة المطبخ. الجو دلوقتي حلو ومش حر، يعني ما تقلقوش عليه. وممكن برضو لو انتوا مثلا يعني عايزين تحفظوه في التلاجة وبعد كده ترجعوا تخلوه تاني يوم مثلا تسخنوه في الميكرويف، هيطلع معاكم كأنكم لسه مطلعينه من الفرن، يعني كأنه لسه معمول طازة. هيطلع معاكي ما شاء الله هش وطري جدا بأمر الله. تمام. طبعا انا بسيب الكيك لغايه لما يبرد معايا تماما قبل ما ابدا ان انا اقطع فيه. ما ينفعش ان انا اقطعه وهو سخن علشان الكيك هيتهري معايا، وممكن لا قدر الله يتعجن مني. فما ينفعش ان انا اطلع الكيك بره الصينيه او اطلعه من القالب اللي انا عاملاه فيه قبل ما يكون برد تماما. وزي ما قلت برضو في البداية، لو حضرتك حابة ان انت تعملي نص المقادير مفيش اي مشكلة خالص، تقدري تعمليها. يعني مش ضروري خالص ولا شرط ان انت تلتزمي بنفس الكمية بتاعة المقادير اللي انا عاملاها. تقدري حضرتك تعملي نص الكمية بمنتهى السهولة، وان شاء الله هتطلع معاكي النتيجة ممتازة بأمر الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك والشير عشان خاطر اكبر عدد من الناس يستفيد، وكومنت قمر كده زيكم. واستنوني في فيديو جديد. حبايب قلبي بتوحشوني جدا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.